بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله، يا رب يعجبكم. تعالوا النهارده هنعمل الجبنه الفلاحي على الطريقه الدمياطيه بمكون واحد وهو المنفعه. لازم يا حبيبتي تبقى عامله حسابك ان تجيب اللبن من واحده يكون موثوق فيها، لبن سمين بخيره. يعني انا جبت رتلين لبن اهمت، بدفيهم على النار زي دمع العين كده. وبعد كده هو طبعا رتلين ونص، بحط معلقتين ونص منفعه، وبتقلبي الماده دي فيها كويس. ايوه، وبتغطيهم شويه، بتسيبهم قيمه ربع ساعه كده. طبعا اللبن ده بيجمد من الماده دي، بيعمل زي الزبادي. عما تكوني بقى جهزتي قطعه من القماش او شاش او طرح، اي حاجه عندك، وبتنزلي فيها الجبنه نازل متماسك اهوت، ما شاء الله جميل، ما بياخدش ثواني يعني. وبعد كده بتنزلي اللي في البوله، وبتربطي الشرب ده كويس، او القطعه من القماش دي تربطها كويس. كل ما تربطيها وتزمها كويس، كل ما القطعه الجبنه تطلع متماسكه وكويس، زي ما انتوا شايفين قاعدة كده، شايفين؟ ايوه، الشرش بينزل اهوت في البوله. طبعا بقى في مصفى تحت، اربطي جامد عشان القطعه تطلع متماسكه. وبتسيبيها شويه محطوطه على رخامه جنبك. ايوه، بتصفي الشرش اهي، بتسيبها شويه قيمه ساعتين، وبعد كده بتفكيها، بتلاقي الجبنه جميله. تعالوا بقى نعمل فطار كده الولاد، فطار خفيف كده. هما مش بيحبوا الفول ولا الطعميه ولا الكلام ده. بحمر لهم بطاطس، بتنجان، جبنه، طماطم، يعني الموجود في البيت باذن الله. نحمر لهم طبق بطاطس كويس باذن الله، من البطاطس اللي هي الجديده الحلوه دي، اللي مش بتسود في القليه. كنت هنا بفتح الفرن، بسخن العيش، بلدنه، طبعا طالع من التلاجة ساقع. فطار خفيف كده، لا فول ولا طعمية بقى ولا كلام من بالك في ده. بطاطس ما بتاخدش ثواني على النار. ان شاء الله بطاطس جميلة جديدة. ايوه، ببتدي اقلب فيها اهوت. احب انا اطلعها كده، بعمل الصبع البطاطس كده يعني تخين كده، قلبه يبقى ملدن كده وحلو. محبوش اللي هو ناشف ده، معضم ده. ايوه، فطار جميل، فطار الامه المصريه. والشيبس لابد منه برضه، مفيش فايده فيهم. وتفضلوا معانا بقى، افطروا معانا.